أما ما يتعلق بالصفات فيمكن أن نقول من القواعد: صفات الله تعالى كلها عليا بالغة في الحسن نهايتها، لأن نجد أقواما عندما قلنا لهم لماذا لا تثبت النزول، لماذا لا تثبت المجيء، لماذا لا تثبتون اليد لله، قالوا هذه صفات للمخلوقين لا تليق بالله عز وجل. ونقول لهم: من الذي أثبت هذه الصفات؟ أنحن أم الإله؟ أم الرسول صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه؟ فإذا جاءنا النص من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الواجب أن نقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونقول لهم: قل أأنتم أعلم أم الله؟ أليس الله من صفاته أنه من أسمائه الحي، ومن صفاته الحياة، ومن أسمائه العليم، ومن صفاته العلم؟ فنقول كذلك: والله سبحانه وتعالى من صفاته أنه ينزل ويجيء ويأتي. ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: هل من داع، هل من سائل، هل مستغفر. ثم يقول ربنا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ من الذي يأتي؟ هل نقول أمره أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ والملائكة، فقالوا الملائكة تأتي لا مشكلة، أما الله فلا يأتي، وإنما يأتي أمره. نقول: أنتم أعلم أم الله؟ نسأل أنفسنا أيها الإخوة: